وكل الحليب اللي بالفريزر رح يروح على الزباله. اسوأ نرسات شايفتهم بحياتها. الرضاعه ما مفروض ابدا انه توجع. معقول اشربهم انا؟ بصير يقفط على الصدر وما يعجبه. وشو هيدا؟ رضعتيني بس يومين. هاي حلوين، كيفكن؟ اولا بحب لكم انه انا بعدني بنفس الميك اب بنفس التيب اللي فيديو اللي قبل. السبب هو اني عم صور الفيديوين ورا بعض. حبيت اني اعمل لكم ميك اب 60s، تحبوا تروحوا تشوفوه من بعد ما تخلصوا هذا الميك اب رح يكون موجود على الشاشه. ثانيا حبيت اني شارككم الجورني تبعي مع الرضاعه الطبيعيه، لانه حسيت انه كثير كان عم يجيني اسئله: ساره كيف قدرتي انه ترضعي طبيعي؟ شو صار معك؟ وانا هلا ليه مضطرة مجبورة اني كب كل الحليب اللي عندي اياه بالفريزر. عملت بامب لمدة 4 اشهر وكل الحليب اللي بالفريزر رح يروح على الزبالة. شو صار معي؟ ليه مجبورة مضطرة اني كب الحليب؟ وليه رح وقف رضاعة طبيعية قريبا؟ كله رح تعرفوه بهالفيديو. رح بلشكم من الاول للاخر شو صار معي. واذا انت نيو مام كتير ضروري انه تحضر الفيديو، كتير رح تستفيدي، لانه كل هول المعلومات انا بتمنى لو اني حضرت فيديو وحدا قال لي اياهم. keep on watching. بس قبل اكيد ما تنسوا تتضموا لعائلتنا الكبيره. وخلينا نبلش. بعرف انه الميك اب والمود ما بيوحي ابدا بحكي عن الرضاعه الطبيعيه، بس play along. خلينا نبلش اول شيء باول نصيحه بحب لكم اياها. رح اخبركم انا شو صار معي. انا بس كنت حبلة عملت بريناتال سيشنز مع كوتش، وهي شيز الدولا، شيز كوتش، شيز لاكتيشن كونسلتنت، يعني هي حدا خبير بالرضاعة الطبيعية. عملت معها سيشنز، والسيشنز كتير استفدت منهم، بس الشوفة مش مثل الفعل. استفدت منها من ناحية كيف لازم نحمل البيبي، البوزيشنز اللي لازم نرضع فيها. استفدت انه بس اعمل بامب، كيف هاو تو ستور ذا ميلك، كيف حط الحليب بالبراد، قد ايه بضاين، كيف حطه بالفريزر. كل هول المعلومات رح اخبركم اياهم هيك بريفلي يعني. بس انا عملت سيشنز، عملت بريناتال سيشنز، وجيت على الولاده وانا واثقه مليون بالمية انه انا رح رضع رضاعه طبيعيه. اب انتل حطوا الولد على الصدر، ما عرفت احمله، ما عرفت امسكه، ما عرفت رضعه، ما عرفت اعمل شيء. كتير انوجعت. الوجع كان اوفر وجع. اتدممت، اتشققت، وصار معي العمايل. كله لانه عن جد انه تسمعوا حدا عم بيقلكن شيء غير انه تعملوا. اول نصيحة بحب اقلك اياها از نيو مام: جيبي لاكتيشن كونسلتنت. بتدقي للمستشفى بتسأليهم عندكم لاكتيشن كونسلتنت؟ النرسات تبعكم بيعلموا كيف حط الولد على الصدر او لا؟ اذا قالوا لك ايه انه نحن بنساعدك شوي، عرفي انه بدك تجيبي لاكتيشن كونسلتنت من برا. اما اذا قالوا لك ايه نحن عندنا لاكتيشن كونسلتنت بتبقى معك بتساعدك، هيدا شيء كتير منيح. انا بالاكسبيرينس تبعي ولدت بقبرص وما في كان لاكتيشن كونسلتنت بالمستشفى، والنرسات تبع المستشفى كانوا اسوأ نرسات شايفتهم بحياتي. فما كان عندي حدا يساعدني. انا تيوريكمون براسي نظريا بعرف كيف، بس فعليا ما بعرف كيف ابدا. فهيدا اللي صار معي. كتير اتضايقت. اول شي عملته هو اني كتير انوجعت. ما كنت عم بعرف كيف خلي ويليام تو لاتش صح على الصدر. واللاتش كتير مهمة، لانه اذا ما عمل البيبي لاتش صح على الصدر رح يصير يعضك بشكل كتير بيوجع. عذاب نفسي كان الموضوع. انا تعذبت نفسيا لمدة 3 ايام قدرت اني اطلع من المستشفى. وقلت له لجان بول ذاتس ات، يا او بدي اعمل بامب يا او بدي لاكتيشن كونسلتنت. دقينا للاكتيشن كونسلتنت واجت لعندي على البيت وعطتني تيبس كتير صغار. يعني مثلا انا كنت احمل البيبي اسمه كريدل بوز، هي قالت لي اعمل كروس كريدل يلي هو بوز تاني. رح احط لكم البوزات هون. احسن شيء لقيته هو الكروس كريدل. علمتني كيف حط النيرسينج بيلو، كيف حط البيبي على النيرسينج بيلو بشكل انه اقدر رضعه بلا ما اكون كتير طابه لقدام هيك كل الوقت. علمتني كتير اشياء، حتى اني بعدين رجعت اخذت سيشن معها اونلاين كرمال تقلي هاو تو بامب، شو هي البامب
البامب اللي لازم استعملها، كيف استعملها واكسترا. فهذا اللي صار معي، كتير تشققت، كتير تدممت. في عندي 3 ايام اضطريت اني اعمل بس اكسكلوزيفلي بامبينج، بس عم بشفط الحليب وحطه ببيبرون واعطي ابني البيبرون، لانه ما كنت قادره اني احط الولد على الصدر، كنت كتير موجوعه. الحلو بالموضوع انه النبلز كتير بسرعه الهيلينج والشفاء تبعهم سريع، فانا بحاجه ليومين او 3 ايام. على ال3 ايام على القد اجت اللاكتيشن كونسلتنت وقدرت اني كفي رضاعه بين فري. الرضاعه ما مفروض ابدا انه توجع. في صبايا ممكن يوجعوا اول 20 ثانيه، انا ما صارت معي على اللت داون، يعني بس الحليب يطلع من الصدر، هذا اسمه لت داون. معقوله الصدر يوجع شوي بس مش اكتر من 20 ثانيه، بتعدي 1 2 3 4 بتوصلي لل20، بتقطعي ال20 بعدها عم يوجعك صدرك، يعني اللاتش غلط. دقي للاكتيشن كونسلتنت، لدولا، نبشي اونلاين. انا صراحه نبشت اونلاين ولقيت وحده دغري وجبتها من منطقه لمنطقه، دفعت لها زياده بس كرمال اقدر انه هي تساعدني، وكتير ساعدتني. هيدي اول مشكله واجهتها بالرضاعه. ثاني وحده مش مشكله، ثاني وحده شيء انا اخترت اني اعمله، يلي هو اني اعمل بامب. فرح تشوفوا هلا بالفيديو قديه انا عندي حليب موجود بالفريزر، حتى انه اول حليب يلي هو الكولستروم، يلي هو بيقولوا الذهب السائل، قد ما كتير مفيد، كتير فيها انتي بوديز، حتى هيدا كمان انا شفطت وتركته بالفريزر. ليه؟ كرمال اذا ابني بعدين لا سمح الله مريض، جرب، حسيت انه بحاجه لشويه بوست للاميون سيستم تبعه، دغري بعطيه اياهم. وهذا اللي صار، اعطيته اياهم، مش كلهم، بعد فيه بالثلاجه ورح ينكبوا، وما بعرف اذا بكبهم او بستعملهم سكين كير او معقول اشربهم. انا ما بعرف كل ما اقول انه بدي اشربهم انا بطلع نفسي ما بعرف، يمكن لانه هيدا الشيء طلع مني، فانا هيدا هيك it gives me the ick. اوكي، سؤال كتير غريب، شي مره ضايقين حليب طبيعي؟ كتير عبالي بعرف انه هيدا اغرب سؤال بالعالم، بس انا لا، فانه هيك حسيتها كتير غريبه انه انا اشرب الكولستروم. anyway، كتير معقول ان استعملهم سكين كير لانه هن فيهم انتي انفلاماتوار كتير منيح للوجه، يعني اذا في اي حبوب هيك وجهكم بصير يضوي. اذا شفتوا وجهي مضوى بالفيديوهات الجايه عرفوا ليه. anyway، فانا اللي عملته هو صرت وعلى الصبح طعمه اعمل بامب، ارجع بعد الظهر اعطي باطل للبيبي. وهذا شيء كتير مهم، انه نعرف البيبي على البيبرون على عمر الشهر. قبل الشهر خلي البيبي يتحكم كتير منيح من الرضاعه الطبيعيه، كل الوقت على الرضاعه الطبيعيه، كل الوقت على الصدر ومش على البيبرون ابدا، كرمال ما يعمل شيء اسمه نيبل كونفيوجن، يعني يفضل البيبرون. ليه؟ لانه البيبرون اولا بيقدر يسحبه بكل سهوله وما بيتعب، والولد كسول بحب كل شيء على السهل، يسحب هالقد من الصدر. هذا الشيء يعني اذا في يتخلى عنه بيتخلى عنه، بياخد البيبرون، بصير يقفط على الصدر وما يعجبه، وشو هيدا، وانا من شوي اكلت بيبرون، والبيبرون كانت عم تعطيني حليب بشكل كتير بسرعه وما كان في افار، ما بدي البيبرون. ساعتها شو بتعملي؟ بتوقعي بمشكله انه انت مضطره تعملي بامب وما فيك بقى تحطي الولد على الصدر. وانه تحطي الولد على الصدر هو اهين شيء بالحياه، اكثر شيء براتيك بالحياه. الحدا اللي بيقول لك خلص اعطيه بيبرون لشو عم توجعي راسك، هيدا ما معه خبر. اهين شيء بتعمليه خلص، لا بتعقمي بيبرون ولا بتشتري فورمولا ولا بتقعدي شبع ما شبع شو بدي اعمل، كل هيدا مش موجود. تعطيه حليب طبيعي، لا بيعمل غازات ولا بيعمل كتام ولا بيعمل اسهال ولا بيعمل شيء. عن جد بريست از بيست، هيدا الشيء معروف. فهذا الشيء كتير مهم، ما حدا يقلكن غير انه الرضاعة الطبيعية احسن شيء. اذا ما قدرتي انه ترضعي طبيعي كمان ما تخلي حدا تو شيم يو، يعني ما حدا يجي يقلك بس كان اخذ الاميون سيستم والفيتامينز منك، اسكتي. بتقولي لا اسكتي، ما حدا طلب رايك، مين ما كانت تكون بغض النظر، ما حدا طلب رايك. صدقوني الام اللي قدرت انه ترضع رضعت، انتهى الموضوع خلص. هلا انا
انا في عندي شغله وهديك المره شفتها اونلاين وهيك كان عندي كويستشن مارك عليها. في مام كنت متابعتها طلعت اونلاين قالت انه بليز ما بقى حدا يسال رضعتي قد ايه رضعتي. انا ما عندي مشكله، انا بسال اوقات انه مثلا دخليك انت رضعتي ابنك وقد ايه رضعتي. انا بكون سمبلي عم جرب اخذ معلومات اذا فيها هي تفيدني، مش لانه انا عبالي اتحشر فيها. فما في مشكله ما نكون كتير حساسين انه اذا ما رضعتي انه اوكي مش اخر الدنيا. يعني في ناس ما رضعوا ابدا ابدا ولحن بعقدوا وكتير منيح وحياتهم بتعقد وبكره بس يكبروا الاولاد ما حيعرفوا وما معهم خبر وما حيجوا يلموكم ويقولوا لكم رضعتيني بس يومين بس شهر بس شهرين ما معهم خبر. يعني انا ما عرفت قد ايه رضعت من امي الا بس سالتها وطلعت انجأ، يعني ماشي شهر شهرين. فما حدا يلومكم على شيء ابدا. اذا قادرين تعملوها بتعملوها. اتس براتيك منيحه، بتعطي شويه اميونيتي للولد. يعني انه اذا لقط فيروس او شيء بتقدري انت تعطيه انتي بوديز، واذا ما قدرتي في دواء. يعني مش انه حيصير شيء هالقد كبير. فما بحب انه حدا يزعل انه اذا هو ما قدر يرضع، لانه لكم شغله بنزعل، هو زعل موجود، بنزعل بنقول يا الله يا ريت لو انه قدرت اعملها. اتس اوكي، هيدا جلت موجود مش بايدنا انه نحس فيه. بس يعني انا هلا حاسه فيه. يعني انا بس ينزل الفيديو هلا رح كون رضعت انا بالقليله 5 اشهر ونص او 6 اشهر. وقفت لسبب هلا رح تعرفوا شو هو السبب خليني اني وقف وخليني اني كب كل الحليب اللي عندي. معلومه كتير مهمه انه على الشهر بلشوا اعطوه ببرون للولد، لانه ما بتعرفوا امتين انتم بحاجه انه تظهروا من البيت، مرضتوا ما قادرين تقوموا بالليل طعموا الولد. شو بتعملوا؟ بتعطوه فورمولا. ليش تعطوه فورمولا؟ يمكن ما يتقبل الفورمولا دغري، عرفتوا؟ ففي عندكم حليب بالفريزر بتعطوه الحليب اللي بالفريزر. فانا هذا اللي عملته وجمعت حليب. كنت اعمل بامب الصبح واعمل بامب بعد الظهر، وكل باقي الوقت الولد على الصدر. فكان في حليب الحمد لله، وقدرت اني اجمع كميه كبيره من الحليب. صراحة أنا ما عبالي أبداً كان إني كب الحليب اللي عندي إياه، كان عبالي تو دونيت، لأنه في كتير أولاد بالنيكيو، في كتير أولاد بالكوفرز ما بيقدروا إنه معدتهم كتير صغيرة ما بيقدروا يهضموا الفورمولا بعد. بس هذا الشيء للأسف منه موجود بسايبرس. سألت، دقيت للمستشفى سألتهم، قالوا لي إنه نحن ما بنقبل دونيشنز للحليب إلا إذا أنت في عندك حدا من رفقاتك الولد تبعه بحاجة لحليب، ساعتها هو بيقول لك بينك وبينه. بس إنه هيك دونيشنز لا ما في. فلهيك اضطريت اني كبهم. الساعات والتعب النفسي والجسد اللي قطعت فيه لاني جمع هالحليب راح دعان. anyway خليني اخبركم ليش. انا ريسنتلي بين ابني عنده الرجي حساسيه، بس انا ما كنت اعرف شو هي الحساسيه من وين جايه. اولا الدكتور قال لي بتوقفي تاكلي حليب نهائيا بالدايت تبعك. يعني كل شيء فيه حليب ما بتاكلي منه، كل شيء محطوط عليه قد يحتوي على الحليب ما بتاكلي نهائيا. حليب بقر لا، حليب كوكونات ميلك اوكي، حيلا شيء حليب بلانت بيست اوكي، بس حليب بقر لا. وما تتخيلوا قد كل شيء طلع انه فيه حليب بقر. يعني انا هلا on very strict diet، ما بقدر ابدا اكل برات البيت، لانه بيزيكلي برات البيت كل شيء معمول بزبده يلي هو من الحليب او في بقلبه حليب. فقال لي اني وقف الحليب نهائيا. هيدا اللي عملته، وقفت الحليب. بقيت الحساسيه، فما بعرف من شو الحساسيه بعد. شوي شوي رح يبلش ويليام ياكل سوليد فود واكل عادي، فشوي شوي رح بلش اعرف من شو هي الحساسيه. هيدا اذا كان بعدها. بس ايه في حساسيه ما عم نعرف من شو. وبما انه انا هال5 اشهر الماضيين كنت عم باكل حليب عادي، فما فيني اني اعطيه من الحليب اللي حاطته بالفريزر، فكل الحليب راح عزباله. البلان تبعي كانت اني ابقى عم برضع لعمر السنه، اقل من سنه بشوي. عندي مشكله انه الولد يبلش يمشي وبعده عم بيرضع، وما بحب. بالنسبه لإلي بحس انه لا خلص كبرت صار لازم توقف. هن الدكاتره بينصحوا للسنتين، بس انا ما بعرف، انا نفسيا ما بحس حالي اني كنت حرضع. يعني بس يبلش الولد يدبدب وبده يمشي انا كنت حوقف. بس انه unfortunately اضطريت اني اوقف قبل بوقت. بس ما عندي ابدا
ابدا احساس بالجلد صراحه، لانه هذا الشيء برات ايدي. عملت اللي بقدر عليه. كانت جورني طويله the least I can say. جورني كانت طويله. قد ايه اكل ما اكل، قد ايه كان عندي قله ثقه بالحليب تبعي، كان عندي قله ثقه مش طبيعيه. كنت دايما خيفانه انه ويليام ما يكون عم بيشبع من الحليب تبعي. بدي اقول لكم شغله، الولد اللي ما بيشبع بيبكي، فما تعتلي هم. واهم شيء تتاكدي، لانه حيجيكي كثير كومنتس، وانا اجاني كثير كومنتس، شي الحليب تبعك بيعمل مغص، شي الحليب تبعك بيعمل ما بعرف شو، شي ما عم بيشبع من حليبك. فكرمال انت ما تتاثري بهول كلهم، بكل بساطه بتعدي البيبي. لازم على القليل يعمل 6 بيبي بالنهار. اذا عديتي وطلعوا 5 انتبهي، يمكن الدايبر يمكن يكون عامل بيبي مرتين بقلب الدايبر وانت منك عارفه شو بفرق. اذا الدايبر تقيل هذا مش يعني بيبي واحد، هي يعني 2 3 بيبي. فاهم شيء انه يعمل بال 24 ساعه 6 بيبي. عمل 6 بيبي يعطيك الف عافيه. عم بياخد وزن صح يعطيك العافيه. مش يعني بتزينيه كل يوم، يعني بتزينيه كل 2 ويكس او شهر، يعني على الموعد. على موعد البيدياتريشن بتزينيه، بتعرفي انه هو الولد عم ياخد الوزن الصح من الحليب ام لا، عم يشبع ام لا. من هونيك قد ايه عم بيشبع ما بيعني قد ايه عم بيبكي. يعني اذا انا طعميته، اكيد حسب قد ايه عمره، مثلا لا تسي عمره شهر، طعميته بعد ساعه بكي بده ياكل، حليبك ما عم بشبعه، مش صح. هو الولد على عمر الشهر كل ساعة بياكل، يمكن بعد نص ساعة يبكي بده ياكل، حليبك ما عم بشبعه، مش صح، مش صح. بده يرجع ياكل، مش لأنه حليبك ما عم بشبعه، لأنه هو الولد بهذا العمر بياكل. معقول ياكل كل نص ساعة، معقول ياكل كل ساعة، يمكن في ناس كتير لاكي بياكل كل 3 ساعات، يمكن كل ساعتين. فما حدا يقلك انه حليبك ما عم بشبعه. طول ما هو عم يعمل 6 بيبي بالنهار، عم يعمل كاكا منيح، وزنه عم بيطلع منيح، ما بتردي لحدا شو ما يقولوا لك. اللي عم بعمله حاليا هو اني عم بوقف شوي شوي. ما حبيت ابدا اني وقف رضاعة فرد مرة، يعني الولد متعود على الكونتاكت. ما عبالي ابدا اني اكسر هذا الكونتاكت هيك بليلة وضحاها. الولد ما بيفهم، ما فينا نتعامل مع الولد بهالطريقة. فحبيت اني اتعامل معه gradually شوي شوي. توقيف الرضاعة رح ياخد شهر، واوريدي قطع اسبوع من الشهر، فبعد عندي بس 3 ويكس. اول شيء عم بعطيه فورمولا خصوص للالرجي، هايبو الرجيك فورمولا. طعمتها بتقرف، ما بعرف كيف عم يشربها صراحه، طعمتها كتير بشعه، بس الحمد لله ألف مرة انه تقبلها وعم ياخدها. فاللي عم بعمله هلا انه 1 feeding per day عم تكون فورمولا. next week رح يكونوا 2 feedings، وهيدا اذا حبيتوا كمان انتم تبلشوا تعطوا ابنكم او بنتكم فورمولا، اعطوه بلشوا شوي شوي. اول feeding عم بعطيها بنص نهار. ليه؟ لانه الصبح الولد بيكون مشتاق لك، عباله كتير انه هو ياكل منك. بالليل كتير مهم انه ياكل منك. كيف منبلش؟ بنعطيه فورمولا بنص نهار. next week 2 فورمولا بعد الظهر وبعد الظهر. الويك اللي بعده ثالث ويك صبح ظهر بعد الظهر عشية، بعدنا محافظة على الترضيع. رابع ويك منبلش نحط الفورمولا بالليل وخلص بيكون وقف الحليب شوي شوي. انت ما التهبتي، ما اضطريتي انك تاخدي دواء، ما اضطريتي انك تعملي كل هيدا، لانه جسمك شوي شوي عم بينتبه انه اوكي عم بخف الطلب، فعم بخف انه يعمل حليب. ما تعملي بامب ابدا. اذا حسيتي انه الصدر كتير معبى حليب ما بتعملي بامب ابدا، تعملي هاند اكسبرس، بالايد ونطلع الحليب وبس بالايد. لا الكتريك بامب ولا البامب تبع الايد ولا اي نوع من البامب. يا او الولد بياكلهم يا او انت بدك تطلعيهم بايدك، كرمال شوي شوي يبطل جسمك عم يعمل حليب وهو لحاله برجلش حاله لحديت ما توصلي بالاخر. ويمكن انا بتوقع بالاخر، يمكن شوي يصير في انجورجمنت او الصدر يوجع شوي، بس مش قد ما فجأة نوقف. من زمان كانوا فجأة يلا خلص وقفنا ترضيع يعني كيف انت عم تتعب الولد عم يتعب. حسب، انتبهوا I'm not judging ابدا، ما عم بحكم مع حدا. في ناس اضطرت انه توقف فجأة، ابدا ما عم بحكم. انا عم بقول شو الاحسن للام وللولد برأيي، ماني دكتور. فهيدا اللي عم بعمله. I'm gonna miss it until the next baby.
وهيك حبيت خبركن وشارككن شو صار معي. ما بعرف، ممكن تكون عم فيد حدا منكن. اذا استفدتوا من حكي قولوا لي بالكومنتس، تم حس حالي اني سويت فيديو على الفاضي، او ما بعرف تعطوني هيك تشجيع، شجعونا بالكومنتس. وهذا كان كل شيء. اذا عندكم اي سؤال عن البيبيز، عن حياتي از مام، عن حيلا شيء بقدر فيدكم فيه، بليز اكتبوا لي كمان بالكومنتس. وذاتس ات، انا بشوفكم قريبا جدا. باي.